بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. واحد من حبايبنا المتابعين كان سألني عن سهم فوري. أنا طبعا بعتذر ليك إن أنا اتأخرت عليك شوية، إن الفترة اللي فاتت كنا المؤشر والدنيا واللخبطة اللي كان عاملها لنا المؤشر. بس احنا الحمد لله يعني توقعنا إن شاء الله لسه في صعود تاني، أو على الأقل هيبقى في ارتداد، يعني مش هي نهاية الصعود اللي احنا كنا فيه. فبص كده يا حبيبنا، سهم فوري لو هو لسه معاك السهم ماشي معانا ان شاء الله في موجات حلوة، موجات دفعة اهي. بس يعني عيب الموجة دي ان هي موجة قطرية. الموجة القطرية دي بيكون تصحيحها عنيف وتصحيحها قوي، فخلي بالك. سهم فوري لسه عنده صعود تاني، تمام. ان هو حاليا يعني هنفترض كده ان هو اه الموجة دي لسه فيها صعود تاني، يعني فوري ممكن لسه في صعود تاني. خلاص، بس هو ممكن يعني هو هيصعد يعني مع المؤشر، هيبدأ يصعد فوري. خلاص، ممكن يجيلك فين بالظبط؟ يعني ممكن يجيلك على حدود الترند ده اهو. عموما انت فوري عشان ما يعني عشان ما تلبسش في العالي. فانت تحاول مثلا لو معاك مجرد بس ما يعدي القمة دي عند 9 7، يعني ممكن يعدي القمة دي بديل شمعة، ماشي. يعني الفترة اللي جاية ممكن يبقى في صعود. هو ان شاء الله ممكن كمان يوصل للترند يعني. فكل من يعني المسافة من القمة لحدود الترند اماكن بيع، خلي بالك. يعني لو في نفس والمؤشر في نفس والدنيا حلوة، ممكن يوصل لك لحد الترند اهو. توصل ترند زي ما انا رسمه كده، من القمة اللي هنا للقمة اللي هنا. بعد كده توصل ايه تاني، توصل خط بينهم كده وتستنى السهم يجي لك عند القمة دي اهو. تمام، فوري زي القلعة على فكرة. يعني بص، دي نفس الشكل بتاع القلعة. الموجة الكبيرة بتاعت القلعة، والموجة الصغيرة برضو بتاعت القلعة. الموجة القطرية دي اسمها موجة قطرية. فوري فيما بعد هيبقى من الأسهم الحلوة جدا كاستثمار طويل الأجل، اللي انت تشتريها بعدين فوري، فتوصل معاك بعد كده يعني كشركة، يعني من الأسهم النمو أو الأسهم اللي هي بتعمل نمو، فاهمين. ففوري فيما بعد يبقى كويس، بس طبعا هيصحح. يعني أقول لك مثلا فوري دي كلها بعد كده هنرسمها له واحد. بس فوري عشان تبقى عامل حسابك يعني عندي زيارة للقاع عندي تاني، خلي بالك يعني اهو عند 45. يعني فوري عشان تشتريه صح فيما بعد تقول لي عند 5 جنيه اهو، يمكن أقل هنا. يعني دول اللي معقولة فوري هيوصل ل5 جنيه تاني. هيوصل ل5 جنيه تاني يعني. فخلي بالك فوري حاليا يعني بيلعب بالنار. مجرد تجاوز آخر قمة تبدأ تخرج من فوري تدريجيا، حتى معاك كمية كل يوم تبيع شوية، كل يوم تبيع شوية، بحيث انت يحصل تصحيح او هبوط تكون انت بره السهم. ففوري فيما بعد ما طبعا ما يخلص الصعود ده ويخلص التصحيح، يعني هيبقى صوته حلو جدا طبعا اهو، يوصلك لأماكن بعيدة خالص. تمام، ده فوري طبعا. فوري من الأسهم اللي هتبقى أسهم واعدة خالص وفيها صعود كويس. لكن حاليا ده الكلام ده مش هيحصل يعني في يوم وليلة. يعني الكلام ده ممكن ياخد سنين، يقعد يصحح، يعني ياخد كام سنة تصحيح هنا في الأماكن دي، يعني يجيلك بعد كده هنا مش هيبقى. مع ان الهبوط يعني لا، ممكن اصلا الموجة دي الهبوط بتاعها قوي جدا. يعني شوف القلعة عمل تصحيح ازاي. بص على القلعة بعد ما عمل القمة اللي كانت في شهر مارس او فبراير، شوف القلعة عملت ازاي في التصحيح بتاعها. فوري هيعمل زي كده. تمام، فده كان معانا سهم فوري، وشكرا جزيلا.